اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو ليلة العيد. هيروحوا من ربنا فين؟ فيلم ليلة العيد بينتمي لنوعية الدراما، ومن بطولة كوكبة من النجوم زي يسرا وسيد رجب ورهام عبد الغفور ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ونجلاء بدر واحمد خالد صالح، ومن تأليف احمد عبد الله ومن اخراج سامح عبد العزيز. وده التعاون رقم 11 ما بينهم، ثنائية ناجحة جدا وليهم اعمال كتير حلوة مع بعض. من اهمها طبعا فيلم الفرح وكباريه ومسلسل رمضان كريم. قصة الفيلم من غير حرق بتدور الأحداث خلال ليلة واحدة بس، وهي ليلة وقفة العيد الصغير. وبنشوف على جزيرة معينة مجموعة من النساء، كل واحدة فيهم ليها قصة بنعيش معاها، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة، كعادة أغلب الأفلام اللي بيكتبها المؤلف أحمد عبد الله أحداثها بتكون بتدور خلال ليلة واحدة بس، وهي نفس فكرة فيلم ليلة العيد. أحداثنا زي ما أنا قلت لكم بتدور خلال ليلة وقفة العيد الصغير، وبنشوف بقى مشاكل وقضايا بتخص الستات الفيلم بيناقشها. وأساسا لو لاحظتوا كده في بوستر الفيلم تحت الاسم هتلاقوا مكتوب ثورة النساء، فالفيلم متعلق أكتر بيهم وبيناقش مشاكلهم ومعاناتهم. فانا كراجل مش عارف ايه اللي دخلني الفيلم الصراحه، بس والله العظيم انا داخل الفيلم ده علشان خاطركم. فاللي انا طالبه منكم تعملوا شير للحلقه ولايكات كتيره، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك دلوقتي حالا علشان نكمل على نفس المستوى. اتفقنا؟ اتفقنا. نرجع بقى لمرجوعنا. اللي كان عاجبني في الفيلم ان انت هتشوف اكتر من قصه باكتر من خط، ويعتبر كل خطوط الفيلم كانت خطوط فرعية، واللي بيقود الأحداث عموما هو الخط الرئيسي اللي كان فيه شخصية يسرا. فأقدر أقول لكم إن مثلا التنقل من خط لخط أو من قصة لقصة كان بيتم بشكل كويس، سواء على مستوى تسلسل الأحداث أو على مستوى الإيقاع. برغم إن أنت هتحس بشوية ملل كده وأنت بتتفرج، بس مش على طول، لأن الفيلم كده كده مش طويل. الفيلم مدته تقريبا ساعة ونص أو ساعة وأربعين دقيقة، فهتلاقيه بيخلص بسرعة معاك ومش هتتضايق قوي. تاني ميزة، الأداء التمثيلي واللي كان جيد من كل اللي موجودين. كل واحد في الفيلم قدم أداء في حدود المعقول أو في حدود الشخصية اللي هو بيلعبها. يعني مثلا يسرا أدائها كان جيد، سيد رجب أداؤه كان كويس، ريهام عبد الغفور ليها كذا مشهد درامي لعبته بشكل حلو، نجلاء بدر كانت كويسة. في ناس برضو أدائهم لفت انتباهي جدا زي أحمد خالد صالح والفنان الكبير رشدي الشامي. فالأداء التمثيلي مش وحش، الكل كان كويس وبيقدم أداء جيد. تالت ميزة، الموسيقى التصويرية. الموسيقى ما كانتش أفضل حاجة، لكن في العموم كانت كويسة برضو، مش هتتضايق منها. ولو تلاحظوا يعني أنا بحاول ألاقي أي مميزات في الفيلم علشان المميزات ما تبقاش فاضية. رابع ميزة، الإخراج. الإخراج في أغلب الأحيان كان كويس. الصورة اللي انت بتشوفها قدامك بتكون جيدة، مع بعض الكادرات اللي بتخرج في بعض المشاهد. في برضو كام كده مشهد درامي اتنفذوا بشكل كويس. وبس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. أول عيب، الفيلم ما كانش بيقدم أي جديد سواء على مستوى القصة أو على مستوى السيناريو أو حتى على صعيد الحوار. وهتحس كده وانت بتتفرج إن الفيلم ده من إنتاج 2010 مش 2024 أبدا. يعني مثلا الفيلم ده لو كان اتعمل في الفترة ما بين 2010 ل 2015 أو 16، كنت ساعتها أقول لكم ده فيلم كان هيبقى جامد جدا بالقضايا والمشاكل اللي كان بيطرحها جوه الأحداث. انما فكرة ان فيلم زي ده نشوفه في 2024 مش هيضيف لنا حاجة احنا كمشاهدين. هتحس ان انت اوريدي كل القضايا والمشاكل اللي بتشوفها جوه الفيلم انت شفتها قبل كده مليون مرة في افلام تانية. فمفيش اي حاجة هتبهرك، مفيش مشهد درامي في الفيلم هتحس كده ان هو جديد، باستثناء مشهد وحيد بس لريهام عبد الغفور واحمد خالد صالح قرب نهاية الفيلم. ده المشهد الوحيد اللي حسيت ان هو مكتوب باسلوب جديد نوعا ما وتنفس حلو. غير كده باقي المشاهد وباقي الفيلم عموما مفيش اي حاجة جديدة ومفيش اي حاجة هتبهرك. برغم ان الفيلم كان عنده شخصيات كتيرة بقصص كتيرة كنا ممكن نتعمق فيها ونقدمها بصياغة فيها تجديد شوية، لكن الفيلم كان واضح ان فيه استسهال وكسل في الكتابة. وبصراحة انا حابب اوجه كلمة للمؤلف احمد عبد الله، ممكن يشوف الحلقة دي بالصدفة جايز، وانا اتمنى ان هو يشوفها.
وحابب اقوله ان انا بحبه جدا وبعتبره واحد من اهم وافضل المؤلفين اللي جم في تاريخ مصر. لكن اعماله في الفترة الاخيرة سواء سينما او تلفزيون، لا مش ده المستوى المتعارف عن المؤلف احمد عبد الله. الراجل ده من احسن المؤلفين اللي بيكتبوا سيناريو محترم. فايه اللي حصل له؟ اعماله في الفترة الاخيرة بقى واضح جدا ان ما فيهاش تجديد، بقى واضح جدا ان بقى فيها كسل واستسهال في الكتابة، فلازم يراجع حساباته. تاني عيب السيناريو. الفيلم كان بيمتلك شخصيات كتيرة وكل شخصية ليها قصة وخط خاص بيها هي، لكن الفكرة ان كل شخصيات الفيلم بكل القصص اللي كنا بنشوفها كانت عبارة عن دايرة كبيرة بنلف فيها من غير ما يحصل تصاعد او من غير ما نتطور في الاحداث. وهفهمكم. مثلا الشخصية اللي بتلعبها الفنانة الكبيرة سميحة ايوب ظهرت في الفيلم في تقريبا كده 4 أو 5 مشاهد. مشاهدها عبارة عن ايه بقى؟ يا اما بتروح للراجل اللي بيصلح المرجيحة علشان يجي يصلح لها المرجيحة قبل العيد، يا اما اخوها بيجي لها علشان ترجع معاه البلد، لكن بتقول له انا مش هرجع غير لما تديلي الورث بتاعي. فاخوها يقول لها كيف يعني يا فرحانة؟ هي اسمها فرحانة بالمناسبة في الفيلم. كيف يعني يا فرحانة؟ مفيش بنات تورث ارض ابونا، انت هترجعي معايا على البلد. فتقول له لا انا مش راجعه. فيقول لها خلاص سلام عليكم. بعدها بشويه يرجع تاني سلام عليكم. كيف يعني يا فرحانه؟ اخواتك عايزينك ترجعي معايا البلد. طب وبعدين؟ هو ده او هي دي كده شخصيه سميحه ايوب في الفيلم، والله العظيم ما بهزر. مثلا شخصيه يسرى اللوزي، بنشوف انها طالعه بشخصيه بنت بتلعب حديد ونفسها تبقى بطلة مصر في رفع الأثقال. فبنشوف كل مشاهدها في الفيلم عبارة عن إنها بتتخانق مع أبوها اللي بيلعب دوره سامي مغاوري، وما بتشوفش أي حاجة تانية. سامي مغاوري مش عايزها تلعب اللعبة دي علشان ما دخلتش أي جنيه وما دخلتش أي مقابل مادي عليهم، وهي عايزة تلعب علشان نفسها تبقى بطلة. دي كده شخصية يسرى اللوزي. شخصية يسرى طول الفيلم بتتخانق مع سيد رجب. ليه؟ معرفش، هي بتتخانق معاه وخلاص. علشان هو ما بيشتغلش، علشان هو مش مهتم، علشان مش عارف ايه. ريهام عبد الغفور طول الفيلم بتتخانق مع احمد خالد صالح. ليه؟ على اسباب تافهه. علشان مثلا هو بيتخانق معاه علشان هي ما كوتلوش القميص والبنطلون بتوعه. حاجات تحس كده ان الفيلم ما فيهوش حوار. انت بتتفرج على اي حاجه، بتتفرج على ارتجال من الممثلين بمعنى اصح. مفيش قصه، مفيش حوار، عندك كذا قصه بس انت مش عارف تستغلها او مش عارف حتى تعمل حوار، ودي كارثة. دي كارثة بمعنى الكلمة. تعال بقى لنهاية الفيلم. نهاية الفيلم لما تخلص كده والنهاية تشوفها هتقول ايه ده؟ يعني هو ده الحل؟ يعني بعد ما هم عملوا كده خلاص هو ده الحل؟ طب بعد كده هيعملوا ايه او هيروحوا فين؟ فللأسف فيلم ليلة العيد برغم ان انا كنت متحمس له جدا بسبب المؤلف احمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والكاست التمثيلي الهايل والكبير جدا، لكن الفيلم في الاخر ما قدمش اي حاجة جديدة. ومن رأيي الفيلم ده كان المفروض ان هو ينزل على المنصات، على الاقل هيتشاف. انما ان هو ينزل في السينما في رأيي ان هو ولا هيجيب ايرادات ولا هيتشاف ولا هيحصل اي حاجة. فالفيلم كان المفروض ينزل على المنصات، على الاقل لما تشوفه في البيت مش هتبقى متضايق. يلا ده فيلم انت شفته في البيت، ولا نزلت ولا دفعت فلوس ولا اي حاجة. انما مش زي حالاتي نازل من البيت ودافع تذكرة واخش الفيلم وفي الاخر ما اشوفش اي حاجة جديدة. وبس كده العيب خلصت. نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم ليلة العيد هو 4/10. كنت ممكن ازود له درجة او درجة ونص لو شفته في البيت، انما غير كده للأسف واحد من اقل الاعمال اللي اشتغل فيها احمد عبد الله وسامح عبد العزيز مع بعض. فيلم ما قدمش اي جديد على جميع المستويات. وفي النهاية اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة. أشوفكم على خير. سلام.